لو انت لاعب ببجي سواء كنت محترف او نوب، فاكيد بتواجهك مشكلة انك بتكون متشتت في المواقف الصعبة. في الفيديو ده هنشرح مع بعض الفايتات ان شاء الله تخرج من الفيديو وانت حل المشكلة. يا ريت لو اول مرة تسمع صوتي حط لايك وفولو، وبالاخص الفولو علشان عايز اوصل ل1000 متابع في اسرع وقت. محدش في ايده يساعدني طبعا غيرك انت اللي بتشاهد الفيديو بعد توفيق ربنا طبعا. فيديو النهاردة مهم جدا لاي حد حابب ان هو يطور مستواه، واعتبر ان انت حطيت لايك وفولو زي ما قلتلك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو حابب اشكركم على ان الفيديو اللي فات جايب 100 مشاهدة، يعني بالميت 30 واحد استفاد من نصايح. وانت ما اتفرجتش عليه فسيف للفيديو دوت، والفيديو التاني روح اتفرج عليه هسيبهولك في صندوق الوصف. طبعا مش هوصيك قبل ما نبدأ، محتاج ان انت تجهز مشروبك المفضل وسماعتك عشان الفيديو ده مهم وهيغير مستواك حرفيا. معاكم 3 ثواني تحط فيها لايك وفولو وتجهز فيها المشروب. عارف جدا ان انا سبت لكم وقت كبير تجهزوا فيه مشروب. حاليا هعتبر ان انت جهزت مشروبك ونبدأ الفيديو. خد بالك انا نسيت حاجة مهمة اوي قبل ما نبدأ الفيديو. عارف يا صاحبي ايه هي؟ ان احنا كل ده ما صليناش على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا قدامي 2 والمتضح ان هما ورا الصندوق. شوف بقى هيحصل ايه وانا ببش. ده مين ده بقى؟ ده مين؟ انا اتفاجئت بيه والله. عشان كده دايما وانت داخل على اي كفر انت مش شايف ايه اللي وراه، خليك دايما مستعد لاي حاجة. طيب هنا في الفايت دوت في 3 ضربوا عليا بس انا سحبت على البيت. في هنا حاجة مهمة ومش كتير هياخد باله منها، هي انك لما تكون بتفايت واللي قدامك بيبوش عليك اوبن حاول تخطف اقرب واحد، عشان لو حاولت تخطف البعيد القريب هيكفره، ولكن العكس لو انت خطفت القريب البعيد مش هيعرف يكفره. لو اللي قدامك متوتر وهو كفر اول ما يطلع تعمل كده. الفايت ده قدام 2 محترفين، هستخدم التمويه، هعمل نفسي داخل البيت وهخرج تاني. افنش لكذا سبب، والاهم سبب عشان ما يديش انفو لصاحبه. بص يا اخويا، دلوقتي اخر واحد في السكواد او في التيم عامه، اي حركه اعملها معاه هيكون مات. طبعا صوت البساط ده لا مش واحد مكمبر، ده كان بيشرب شاي فوق. ركز هنا لما اضرب على العربيه ايه اللي هيحصل. واحد بعيد هيظهر ودوت لازم اتخلص منه عشان مشتتنيش وانا بفايت سكواد. انا هنا كنت عارف ان هو ورا الصندوق او ورا النقل. بص كده هلاقيه فين. لو النوك جنب صاحبه اضربه بكام طلقه علشان تسحب صاحبه. اسمك جاي مندفع، جاي مندفع مشي بوتات انسب حل. لازم تعرف ان النيد مش شرط تجيب بيها الخصم، ممكن تعمل زي كده وتشتت بيها الخصم عشان يطلع لك اوبن. اول ما نزلت اكتشفت ان في ناس، هحاول اخد كفر في اسرع وقت. هغلط هنا غلطة حاول ما تكررهاش، وهي ان انا طلعت اوبن وما خدتش بالي من التاني. هو الخصم نايم في العشب زي كده، شوف مكان الضرب جاي منين. هنا في 3 قدامي، انسب حل ان انا اخد شمال عشان هما ماسكين عليا بيت. لو الفايت على شمالك والخصم جاي مندفع ماشي بوتات او بيك، البيك يكون مع سكوب. مش هتفزلك واقول لك الفينش عشان الانفو، الفينش عشان انا كنت حاسس ان انا هموت في الفايت ده. لو خصمك في حته زي ديت مفيش مجال حتى انك تضرب عليه، مفيش حل غير الندات. ارمي نيد، حرفيا الندات دي اهم حاجه في الفايت، يا تنهي بيها فايت يا تبدا بيها فايت. مبدئيا كده انا شفت ناس وانا راكب البساط وانزل فيهم، وعشان معرفش عددهم اللي هشوفه نوك فينش على طول. ركز كده هنا وعايزك تشوف الايم. انا اتفاجئت بالتاني وما كانش هينفع اسحب لسبب، لان هو كان بدأ ضرب عليا.
وده الاخير بتاعهم. ركز اوي في الفايت ده عشان مهم. فكك من العبيط ده. زي ما قلنا قبل كده، جهة الشمال بيك بسكوب. النصيحة اللي اقدر اقدمها لك هنا، انك في اي فايت تدخله دايما خليك حاطط في بالك عددهم، لان انا الفايت دوت لو انا ما كنتش واخد بالي من الواد دوت كان هيجيبني، انا كان دمي مش باين. بس بما اني حاطط في بالي عددهم، فانا كنت مستعد ان هو هيدخل في اي لحظة. منكرش ان هي كان فيها شوية حظ فعلا. هنا موقف صعب صعب بجد. اولا صاحبي وقع وما كنتش اعرف مكان التاني اللي قدامي. كمل الاخر كمل الاخر هتعرف. ضربت على مكانه عشان اكفر صاحبي لحد ما ياخد كفر. المولي اترمت غلط بسبب اني متوتر. هنا اتفاجئت باللي ورا الصندوق، بس ردة فعلي كانت سريعة، انا دخلت كفر وطلعت ضربت عليه. نصيحة هنا مهمة، ان لما يكون الخصم ماسك عليك هاي جراوند افضل نطه، مع كل نطة اعكس اتجاه. هنا ده من نقطة هستغل السلم في ان انا اجيب التاني. في اي فايت ركز مع اسلحة الخصم. هنا لمحت انه معاه شوت جن، فما كانش ينفع اطلع بجسمي كله. واهم حركة لازم تتعلمها عشان تعملها في المواقف اللي زي كده، بيك وسكوب. حرفيا ما شافنيش. قلبي حاسس انك لسه ما فهمتش اهمية البيك بسكوب. تعالى كده نشوف الفايت ده، مش هتشاف برضه. عايزين طريقة النزلة السريعة اكتب في كومنت، او اكتب الفيديو الجاي تحب ان هو يكون عن ايه. حاليا انا عارف ان مشروبك خلص، فمعاك 3 ثواني تانيين تروح تعمل مشروب تاني. لو ركزت في الفايتات اللي فاتت هتلاقي ان انا هنا مش هستخدم البيك بسكوب، لان لما يكون في مسافة بينك وبين الكفر الاحسن انك تسحب. يا سلام على الهيب فاير. اسلوب الحركة اللي هتستعمله لو حد ماسك عليك السلم ده في المود الجديد، هو انك هتفضل تطلع وتنزل بس وانت بتضرب على مكانه. بس والله ده كان نهاية فيديو النهاردة. لو كملت لحد هنا حابب اشكرك على انك كملت الفيديو. اهم حاجة بس ما تنساش اللايك والفولو عشان ده بيشجعني اكمل. لو في اي مشكلة بتواجهك في لعبة ببجي اكتبها لي في الكومنتات وانا هحاول ارد عليها في اسرع وقت. هكون سايب لكم في صندوق الوصف في فيديو هيساعدكم بشكل كبير تطوروا من مستواكم. ان شاء الله تكون خرجت باكبر قدر من الاستفادة. وحابب اقولك في نهاية الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. اوعى تكون كملت لحد هنا وما عملتش لايك وفولو.